بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ كل عام وانتم بخير. تعالوا نجهز كده لرمضان. الحاجات دايما بتبقى في الوقت دوت كل يوم والتاني تلاقيها بسعر. يعني النهاردة الحاجة لو رخيصة هتيجي في رمضان تحتاجيها تلاقي أسعارها عالية. فتعالي الجزر برضو بنبقى نحتاجه ان احنا نخزنه، نحطه على الفول واحنا بندمسه، على العدس واحنا بنسويه. بتحتاجيه للبسلة. ممكن ان احنا بنخزن البسلة. فيه حد من ولادنا يقولك احنا بنحبها من غير جزر، فبتضطر ان انت تخزني الجزر لوحده والبسلة لوحدها. انا جبت كمية كده وان شاء الله برضو اجيب كمان شوية واعملهم. اخزنهم بالطريقة دي. انا جبت حوالي 5 كيلو. قطعت منهم النص مكعبات بعد ما قشرتهم وغسلتهم ونضفتهم، وعبيتهم في كيسين كبار. وهاخد الجزء التاني برضو بعد ما قشرناه وظبطناه زي الجزء الأولاني، وهبشره في الكبة. أعمل به رز بسمتي، أضيفه على أي تتبيلة أنا عاوزاها. تبقى جاهزة عندي ويبقوا موجودين في الفريزر. طول ما الجزر سعره رخيص أنا عيناهم، ساعة ما الجزر يغلى هبتدي إن أنا آخد منهم. ومش هتخسري حاجة وتبقى حاجتك عندك، بدل ما نيجي في وقت ونشتريه بأسعار غالية. وكل عام وانتم بخير.